إدارة فيوتشر تحدد السعر النهائي لبيع بوبو للزمالك وسبب تحديد هذا السعر. تقارير إعلامية صادرة اليوم كشفت عن شروط إدارة نادي فيوتشر الرسمية لبيع اللاعب محمد رضا بوبو نجم خط وسط فريق فيوتشر. بيأتي هذا خاصة في ظل اهتمام أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز للتعاقد مع اللاعب لتدعيم خط الوسط خلال الموسم القادم. تلك التقارير الإعلامية نقلت عن مصادرها من داخل نادي فيوتشر، حيث أكدت أن النادي حدد مبلغ 2 مليون دولار من أجل بيع اللاعب بوبو، حيث حددت إدارة نادي فيوتشر ال 2 مليون دولار بسبب أنه تعاقد مع اللاعب من وادي دجلة مقابل 25 مليون جنيه، إلى جانب أن نادي وادي دجلة له 40% من قيمة مكسب فيوتشر في إعادة بيع اللاعب إلى أي نادي آخر. بمعنى أنه مثلا لو تم بيع اللاعب مقابل 40 مليون جنيه فإن لفيوتشر مكسب 15 مليون، يكون نصيب دجلة 40% من ال 15 مليون، ومن هنا تم تحديد قيمة ال 2 مليون دولار مقابل بيع اللاعب إلى أي نادي آخر خلال الموسم القادم، سواء الزمالك أو الأهلي أو بيراميدز أو أي نادي آخر يطلب التعاقد مع اللاعب.